بسم الله، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. عسلامتكم يا جماعة، وإن شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم فكرة جديدة وكالعادة. إن شاء الله تكون تعجبكم الفكرة هذية، وجات بنينة ما شاء الله، ملوخية باللحم البقري ما شاء الله. حسيتوا شو نقول لكم يا جماعة، تبعوني خطوة بخطوة، راهي طريقة سهلة وما فيها حتى شيء. أول حاجة خذيت طنجرتي وخذيت لهنا الملوخية. لهنا أنا نكيد الملوخية المغرفة عليها صحن، دونك لهنا حطيت 6 مغارف، وقد الملوخية قد الزيت، هكا راهو كيفاش. دونك لهنا أنا خذيت 6 مغارف آه، ملوخية، يعني هنا ما يعادل 6 أصحنة ملوخية، وقد الزيت قد الملوخية، باش تجيكم مزيانة وتجيكم خفيفة وباهية وزيتها معدل. دونك هاكا تراو كيفاش نخلطها توا بالكدا بالكدا حتى يكفي تتحل الملوخية في الزيت. نخلطها قبل ما نحطها في النار، من منقليوش الزيت ومن بعد نحطو الملوخية راهي تتحرق هكاكا. نحنا ما حشتناش بها تتحرق، حشتنا بها تقعد القو متاعها البنينة وتفوح في الدار. دونك بعد هنا ما خلطتها بالكدا بالكدا نجمو نرميو لهنا كعيبات رند ونحطوهم توا على النار. دونك هاكا ريتو كيفاش بعد ما تولي لونها هكايا نزيد لهنا إترتين ماء سخون. دونك لهنا نخلطها بالكدا بالكدا ونخليها تطيب على راحتها من با 4 سوايع. نجمو لهنا تحطوها حتى في الليلة كاملة، وصباح غدوة الحيطة تستقطروا اللحم. دونك لهنا خذيت طروفات اللحم وباش نفوحهم نعناع شايح مرحي وملح وفلفل اكحل وتابل وكروية ومعاهم ثوم، سنة ثوم، وحطيت معاهم لهنا فلفل شايح وفلفل زينة، وخذيت لهنا مغرفة مليانة بالكدا طماطم ومغرفة هريسة عربي. ولهنا على فكرة كي نجيو نفوحو نقراو حساب الملح متاع اللحم اللي باش نفوحوا بيه، ونقراو حساب زاده الهريسه العربي فيها الملح والملوخيه فيها الملح. دونك لهنا نقصوا شويه نحنا من الفاح متاع الملح كي نجيو نحطو. ونكمل لهنا نحطو ورقات الرند يبنن بالكدا. دونك لهنا نخلطهم بالكدا، الفاح يلزمو يدخل في اللحم بالكدا ونخليه على شيرة من با حتى يكشي تطيب لنا الملوخية ويستقطر هكا ينقص الماء متاعها. دونك لهنا شفتوا كيفاش نقص الماء، وتوا لهنا نرمي الحيمات. نراو كيفاش الزيت كيفاش راكح. دونك نرميهم هكا بشوية بشوية، وكان تسحق باش تزيدو شوية ماء زيدو ماء سخون، اما شنو غليو لازم الماء يكون سخون بالكدا. دونك نحركهم هكا توا بالكدا بالكدا حتى اللحم يدخل في الملوخية، ونخليه هكا يهز روحه شوية غلوة هكا شوية بالكدا حتى يكشي يطيب لنا اللحم بالكدا بالكدا. نخليه على الأقل هكاكا حتى يطيب اللحم يولي هكا تري، أو كان ناخدو شوية اللحم ونقرصوه هكا بالفرشيطة ولا بالسكينة حتى كشي يطيبلنا. دونك لهنا راهو اللحم طاب، نرمي تو نستقطر لهنا قرن فلفل. انا رميت قرن فلفل احمر، تنجمو تحطو بصيلة صغيرة والا طماطم، انا ما حبيتش خاطر الاولاد ما يحبوش، دونك هاكا جوست حطيت الفلفل احمر والا حتى فلفل اخضر. وبعد لهنا باش ما تقلقناش في معدتنا نحطو في الاخر طرف هكا برقدين شايح سواء مرحي والا هكا كعب. ولهنا ما شاء الله طابت الملوخية متاعنا ما شاء الله، زيتها راكح وجات بنينة. شو نقول لكم، وكان ريحة في الدار ما شاء الله. نودكم نشهيكم ان شاء الله قسمكم في الجنة. وتو ما نقول لكم كان عامكم مبروك، نعرف الملوخية حبوها صغار وكبار. وتو ما نقول لكم كان استودعكم الله، إلى اللقاء.